السلام عليكم. بعجينة وحدة وبالخميرة البلدية غنحضروا خبز طورتية والبطبوط أو الرغيف كيف كنسميوهم حنا في الصويرة. شوفوا من الداخل كيفاش كيبانوا كيحمقوا مثقبين، تقولوا بغرير ماشي بطبوط. بالخميرة البلدية والدقيق ديال القمح وديال الشعير وفرينة البلدية جاو رائعين. نحضروا بهم الوجبات اللي كيحمقوا وليداتنا بضمير مرتاح لأن مكوناتهم صحية وآمنة. أما اللي كيتباعوا في الأسواق فكلهم عامرين بالطحين الفرن، بالإضافة إلى مواد كلها مضرة للصحة ديالنا. أول حاجة غنبدا بها غنغدي الخميرة ديالي. هنا عندي 50 غرام ديال الخميرة البلدية، زدت عليها 200 غرام د الماء و200 غرام ديال الطحين الكامل. غنخلطها مزيان وغادي نخليها تفاعل، وطبعا ما نسيت شوية اللي غنردو للثلاجة. هنا عندي ثلاثة الأنواع ديال الطحين، القمح والشعير وفرينة البلدية، وزدت عليهم شوية ديال الزرار الزنجلان وزريعة الكتان والبافو وطبعا الملحة. من بعد ما تفاعلت ليا الخميرة البلدية غادي نزيدها على الأنواع ديال الطحين ونزيد ليها الماء، وغادي نعجنها مزيان وندلكها مزيان ونخليها حتى تخمر تماما، لانني كنخمر البطبوط غير مره واحده. صافي من بعد ما خمرات كنقطعوهم، انا كنوزنهم. البطبوط كندير ليه 150 غرام وخبز طورتيه كندير ليه 100 غرام. صافي كورتهم وهنا غادي نبدا ندلكهم او نقرصهم وغادي نطيبهم نيشان، ما كنخليش البطبوط يخمر المره الثانيه. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيتنفخ. كنظن بأن هاد اللحظة هادي من بين لحظات السعادة عند الأم المغربية. ما شاء الله منفوخ وغزال. وهنا غادي نبدا ندلك الخبز ديال الطورتية. كندلكو كنرد البال مزيان لأنه كيبدا يتقطع، راكم عارفين الشعير والعجينة ديال الشعير كتبدا تقطع. من بعد كنطيبو على نار مرتفعة شوية، حيت إلا كانت منخفضة غادي يقصح. ومن بعد ما كيطيب كنحتفظوا به في منديل باش يبقى لينا رطب. كيجي ما شاء الله كيحمق لذيذ وكيشبع، والأهم أنه صحي. وما تنساوش اختياراتنا اليوم هي صحتنا بغدا.